دائما الموت موعظة لنا كاملين. هذا دليل على أن الموت ما كتخبرناش. كلكم شباب مثل ولدي الله ذا 18 عام، لكن الله اختاره. الحمد لله، لا اعتراض على قضاء الله، لا اعتراض، لكن التزموا دينكم. نهار 23 ديسمبر كتعيط لولدها ما كيجاوبش، كتعيط ليه النهار كامل. الولد غابر ما كاينش. بطبيعه الحال خافت عليه شويه، ولكن قالت يمكن غير دير شارجه على التليفون او ما مساليش. الخوف ديالها بقى مستمر، كتصوني ليه النهار كامل ما كيجاوبش، كتصيفط ليه في الواتساب ديالو كطلع غير شرطه وحده، دوك جوج شرطات ما كيبانوش. من بعد ما ولدها ما جاوبهاش قررت تدخل اليوتيوب تشوف القناه ديالو اللي كان واعدها انه داك النهار بالضبط كان غينزل واحد الفيديو. هذا الفيديو تصور في مدينه اكادير مع واحد الشركه اللي كدير المكملات الغذائيه. هذا هو المحتوى اللي كان كيقدم انور العثماني. كانت القناه ديالو كتقدم كماليات الاجسام، الرياضه، الحياه الصحيه. شحال زوين وليد تبارك الله، عنده 19 عام. وهذه حاجه زوينه ان ولد في العمر ديال انور العثماني كيقدم حياه صحيه للناس مراهقين، يكون هو القدوه ديالهم وما يدخلوش في طريق المخدرات. طريق الرياضه هي اصح طريق، وهي اكبر عدو للمخدرات والشراب. ولكن الصدمه الكبيره ان الام لقات القناه ما كاين فيها حتى فيديو، وانما اللوغو ديالها ولات فيه حاجه وحده اللي هي ام. ديك ام غتبقى لمده قصيره نهار الجمعه، ومن بعد القناه غتمحى. هنا الام كلاها قلبها على ولدها وعرفات شي حاجه غلط. من بعد هاد الاحداث كامله الام قررت تقول اشنو كاين. الاب ما كداوش الاخبار، عيط للعساس اللي كان خدام في العماره اللي عندهم فيها شقه في الملك ديالهم في مدينه طنجه. ولكن العساس قال لهم انه اخر وقيته شاف فيها ولدهم هو البارح الجمعه مع 3 ديال العشيه. جا واحد صاحبه عنده وهو هبط لعنده، بقى معاه واحد شويه ومن بعد طلعوا بجوج. قال لهم ان داك الولد كان طويل وشعره رطب. هادو هما التفاصيل الوحيده اللي عطاهم الوصف لداك الولد. وقال لهم ان داك الولد خرج مع 6 ديال العشيه، وانور من اخر مره شافوا مع 3 ما بقاش بابا. الام والاب قرروا باش يمشيو يشوفوا اشنو كاين عند ولدهم. مشاو للشقه ديالهم، من بعد ما حلوا الباب لقاو اكبر صدمه واكبر كارثه. لقاو انور الله يرحمه ويوسع عليه مضروب 2 ضربات في عنقه وعايم في الدم ديالو. الام بدات كتغوت والاب حتى هو بدا كيغوت. الجيران تجمعوا، العساس جا، ناضت الدنيا. الناس كلشي مصدومين من داك المنظر اللي شافوا قدامهم. ولد اللي كلشي كيشهد ليه بالاخلاق الطيبه ديالو وبالحياه المستقيمه وبالنقاوه ديال صحابه اللي كاينين معاه.